انه التحقيق مستمر. نعم. ولكن المداهمات وايقاف النشاط هو وفقا لرويترز ووفقا للنيويورك تايمز هو ما تعهد به المجلس الاعلى للقوات المسلحه للولايات المتحده الامريكيه. ان كان حدث هذا فهذا اقولها كرجل قضاء، هذا ما لا يملكه المجلس العسكري. المجلس العسكري مساله المداهمات، نحن نتحدث عن اجراءات قضائيه. اذا كان فيها شيء من التعسف لابد ان تردع ولابد ان تضبط، هذا امر يجب ويجمل بالقضاء ان يراعيه. لكن ان يتعهد المجلس العسكري ان تتوقف مسائل اجراءات قضائيه معينه، هذا ليس من حق المجلس العسكري، ولا من حقه ان يوجه التحقيق اينما يسير. قد ينتهي التحقيق الى براءه جميع العاملين طب يبقى ايه؟ يبقى ليه تم الحمله بشكل واسع وعالي النبره بهذا الشكل، وبعد كده يبقى زي ما كان دايما بيتقال لنا زمان تلوثوا سمعه بني ادم وانت تقولوا انه طلع بريء؟ هو ده الخطا اللي قد يكون تنقله رويترز. انا لم اسمع التصريح ولم يصدر به بيان من الحكومه المصريه، واتمنى الا يصدر بيان بهذه الصيغه. نحن لسنا في مساله مد وجزر ولا في مساله موائمات سياسيه، نحن امام تحقيق. ارجو ان لا يخرج، لا يصبح عصا غليظه يستخدمها المجلس العسكري لتاديب بعض المناوئين به، هذا مرفوض. وارفض واربأ بالقضاء ان يكون اداه لاحد. وفي نفس الوقت غير مقبول ان يبدا القضاء في مسار راه صحيحا، قاضي التحقيق هو أضرب بالأوراق التي أمامه، راه صحيحا فيتم فرملته لاعتبارات ومؤامات أخرى. هذا لا يليق بالقضاء. إذا كنا